مرحبا بكم معنا اليوم في شهوة جديدة مع شهوة لاله شفيقة. اليوم غنقدم لكم ان شاء الله واحد الوصفة سهلة ديال الكيش بالبوارو. كتجي سهلة وبنينة بزاف وكتعجب الاطفال بزاف. ندوزو المقادير. اول حاجة العجينة غنحتاجو فيها 250 غرام ديال الطحين بغيزي، كنحتاجو فيها او العجينة المرملة كنحتاجو فيها 250 غرام ديال الدقيق، عندنا 125 غرام ديال الزبده لينه، عندنا صفار ديال البيضه، عندنا 5 سنتيلتر اولا 50 مليلتر ديال الماء، شويج المليحه. بالنسبه للحشوه غادي نحتاجو 250 غرام ديال البوارو، يعني 3 ديال البوارو متوسط الحجم، عندنا 200 مليلتر ديال كريمه الخفق سائله، عندنا 100 غرام ديال الفرماج محكوك، اما الفرماج الاحمر اولا الموتزاريلا اللي عندك متواجد، عندنا واحد 30 حتى 40 غرام ديال الزبده باش نطيبوا فيها البوارو، شويش ديال الابزار وشويش الملح، وعندنا 2 بيضات. وبالنسبه للمول غادي نستعمل انا هاد المول الصغار بحال هكا، تقدر تستعمل مول كبير دائري اولا اللي بغاتي اللي بتواجد عندك في الدار. انا غنعملها هادو صغيورين ونبداو ان شاء الله. نبداو في العجينه هي الاولانيه. اول حاجه ان شاء الله غادي نبداو هي غادي نمزجوا الزبده مع الطحين، هيدا غير بالاصابع ديالي يدنا بلا دليك بلا حتى حاجه حتى نرملوا الطحين ديالنا كامل. من هنا جات الاسم ديال العجينه المرمله. كترمل بالزبده مزيان، ما كنحتاجو ندلكوها لا والو حتى كنخلطوا الزبده مزيان مع الطحين. هانتوما من بعد ما رملنا مزيان العجينه ديالنا مع الزبده، زدنا صفار البيض هكذا في الوسط، وغادي نخلطوا عاوتاني العجينه مع هاد الصفار البيضاء مزيان غنخلطوه. انا راه زدت الملحه ما قلتهاش قبيله، قبل ما نعمل البيضه زدت الملح شويه، كل واحد على حسب الذوق ديالو. كنمزجوها مزيان من بعد ما خلطنا البيضه مزيان مع العجينه ديالنا. غادي نزيدو 50 مليلتر ديال الماء كامله باش نجمعوا بها العجينه ديالنا. كما قلت لكم ما كتحتاجش تدرك هاد العجينه. ديالنا من بعد ما جمعناها دابا غادي نخليوها ترتاح واحد 10 دقائق حتى 15 دقيقه بعد ما نوجدوا حنا الحشوه ديالنا. الطنجره ديالنا تسخن وزدنا داك 30 غرام ديال الزبده الذوب باش غادي نزيدو عليه البوارو ديالنا يتقلى. نزيدو البوارو ديالنا نضيفوه، كنأكد لكم هاد الوصفه غادي تعجبكم وغتعجب حتى الوليدات، لان كيجيو بنينين وهشاشين وسهلين، يعني ما كيطلبوش الوقت اولا مقادير بزاف. غنعمل شويه الملح وشويه الابزار صافي لا غير، ونحركو هادشي مزيان. غنقصوا شويه العافيه على البوارو ديالنا وغنخليوه يتقلى على خاطرو حتى تدبل مزيان، حتى يدبل مزيان. وديك الساعه غندوزو باش نعدلو الحشوه كامله اللي غادي نعملو. كما كتشوفوا انا طلقت العجينه وعدلتها في المول، وكتشوفوا العجينه ما عملتهاش غليظه، ما غليظه ما رقيقه. كنطلقوا العجينه باش نعملوها الطيب. ما نساوش البوارو ديالنا مره نطلعوا عليه باش ما يتحرقش. ها المول ديالنا عدلتهم
وثقبتهم باش ندخلهم الفران. غنعملهم يطيبوا لمده 10 دقائق، عاد نزيدوا لهم الحشوه باش نعملوهم عاوتاني في الفران. دابا ندوزو نعدلو الخليط ديالنا. كتشوفوا البوارو ديالنا تسرخى، يعني صافي هو هذاك واجد. غنطفيو عليه العافيه ونضيفوه للخليط ديال القشطه الطريه والبيض. دابا غندوزو نعملو الخليط ديالنا. عملنا 2 بيضات كاملين وغنضيفو عليهم بيض البيض اللي شطنا قبيله من العجينه، حيت عملنا غير الصفر في العجينه. غادي نطربوهم مع بعضياتهم. خلطنا البيض، غادي نزيدو له الكريمه وغنطربوهم، نخلطوهم غير بيدنا. انا غنضيف شويه ديال الجبن المحكوك اللي عندي وشويه نخليه باش نعملو من فوق الكيش ديالنا. الخليط ديالنا هو جاهز. غادي نجبدو دابا الليمون ديالنا من الفران ونعملو فوق منهم بوارو وعاد نخويو عليهم هذا الخليط. هانتوما كتشوفوا عندنا نص طياب، ما حمرناهمش، كيبقاو بويض يعني حيت باقيين غادي نرجعوهم من الفران عاد في ديك الساعه نحمروهم. دابا اول مرحله غادي ندوزو نعملو شويه ديال في كل واحد، نعملو شويه ديال البوارو، يعني تقريبا 2 معالق صغار اولا واحده كبيره. نعمروهم مزيان، نبقاو على هذا النحو حتى نعمروا القوالب الصغيره ديالنا كامله. كما قلت لكم تقدروا تعملوه في قالب واحد كبير اللي كيعجبو بديك الطريقه، ولا اللي ما متوفرش عنده هاد الصغار. حنايا عمرنا القوالب كامله. دابا غندوزو نعملو شويه ديال الكريمه فوق من كل وحده، غير بشويه تنغطيوها كامله، ماشي تطفي لنا ولكن المهم نعمروها شويه. ونبقاو غاديين على هذه الطريقه كنعمروا جميع القوالب ديالنا حتى نكملوهم كاملين. من بعد غادي ندخلوهم الفران لدرجه حراره متوسطه الى درجه حتى يتحمروا مزيان. قبل كل شيء غادي نقول لكم خصنا نزيدوا لهم فروماج من الفوق، نعملوا لهم فروج بحال هكا من الفوق كاملين بهم وندخلهم الفران كما قلت لكم درجه حراره متوسطه حتى يتحمروا لنا، حتى نشوفوا الفروماج داب وهادو ولاو محمرين. ديك الساعه نخرجوهم ونتلاقاو ان شاء الله من بعد ما يخرجوا من الفران. ها هما لي كيش ديالنا، لي ميني كيش ديالنا، ها هما وجدوا كما كتشوفوا وجاو مزيونين. و هانتوما كتشوفوا حمرناهم شويه لباط ما مناش غليظه. خصكم تذوقوهم لان المذاق ديالهم بصح رائع، وكنشجعكم باش تجربوا هذه الوصفه. وكنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم اليوم وتشاركوها ان شاء الله مع الاصدقاء ديالكم، ونتلاقاو في حصه جديده مع شيوه ان شاء الله جديده مع لاله شفيقه. ولا تنسوا الاشتراك معنا اهم حاجه. السلام عليكم، في امان الله.